السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفة اليوم رح نعمل مع بعض شوربة البروكلي. عندي هون بروكلي اخضر، بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم، عندي زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، وعندي كريمة طبخ. خلينا هلا نروح نشوف المرحلة اللي بعد هاي وطريقة التحضير. مثل ما شايفين حبايبي، بعد ما قطعت البروكلي وغسلته كتير منيح، هلا رح احطه طنجرة فيها مي على الغاز واتركه ينسلق كتير منيح. اول شي هيك بغطسهم شوي لتحت، بعدين راح اغطي الطنجرة واتركهم ينسلقوا تقريبا ربع ساعة، وبرجع لكم بالمرحلة اللي بعد هاي. هلا مثل ما شايفين يا حبايب قلبي، بعد ما سلقت البروكلي صار عندي جاهز. هلا راح احمص البصل والثوم لحتى يدبلوا ويغير لونهم، وبعدين بحط فوق منهم البروكلي. اول شي بحط زيت زيتون بالمقلي على الغاز مثل ما شايفين. بس يسخن الزيت شوي رح نزل البصل المفروم ناعم، وبعدين بس يدبل شوي رح نزل الثوم. طريقة كتير سهلة، وهي الشوربة كتير طيبة لما تعملوها على الافطار بشهر رمضان مبارك ان شاء الله. بقلبهم هيك شوي مع بعض مثل ما شايفين. بس يدبلوا رح نزل الثوم. عندي هون 4 سنين توم مفرومين ناعم، بنزلهم فوق البصل، وكمان بحركهم مع بعض لحتى يدبلوا البصل والثوم ويغير شوي لونه. اذا شفتوا الزيت ناقص شوي فيكن تزودوا. ريحة البصل والثوم كتير طيبين لما بتحمسوهم مع بعض. هلا حبايبي مثل ما شايفين، بعد ما دبل الثوم والبصل وغير لونه، رح نزل حبات البروكلي المسلوقة وبحركهم مع بعض بهالشكل مثل ما شايفين، مشان البروكلي ياخد من طعم البصل والثوم. طريقة كتير سهلة وشوربة كتير طيبة وشهية. هلا برجع البروكلي مع البصل والثوم وبحطهم مرة تانية بقلب الطنجرة، ورح احط فوق منهم تقريبا لتر مرقة دجاج، تعطي طعم رائع بقلب الشوربة. وهلا يا حبايبي، بعد ما حطيت مرقة دجاج فوق البروكلي، بقلبهم هيك تقليبتين 3 مع بعض مثل ما شايفين. بعدين رح احط كريمة الطبخ. كريمة الطبخ بيطلعوا تقريبا 4-5 معالق كريمة الطبخ او حسب رغبتكم. عندي هون فلفل اسود رح نزله، والملح. هذه هي كل البهارات اللي رح احطها بقلب شوربة البروكلي. هلا بقلبهم تقليبتين 3 مع بعض مثل ما شايفين. بعدين رح غطي الطنجرة واتركهم كمان يغلوا مع بعض تقريبا 5-6 دقايق، وبرجع لكم لما تستوي الشوربة تماما. هلا حبايبي بعد ما استوت الشوربة مثل ما شايفين، هلا رح اطحنها طحن كتير منيح مشان تنعم معي وما يضل بقلب الشوربة اي قطعة كبيرة. مثل ما شايفين مطحنها كتير منيح. ريحتها عن جد بتاخد لعل طالع منها ريحة غير شكل. مثل ما شايفين حبايبي، من بعد ما طحنت شوربة البروكلي صارت عندي جاهزة وناعمة وريحتها بتاخد لعل. وهذا هو قوام الشوربة، لازم يكون بهالشكل، ما نسميك كتير ولا مريق كتير. هلا رح نحضر اطيب صحن شوربة بروكلي بالعالم. عن جد شوربة كتير طيبة وشهية وريحتها بتاخد لعل، وكمان مفيدة ومغذية. بتحبوا كمان تعصروا فوق منها شوية عصير حامض كمان بتطلع كتير طيبة. وعندي هون مربعات خبز توست كمان رح زينها للشوربة بهالشكل مثل ما شايفين، بيعطي منظر جمالي للصحن وكمان طعمه كتير طيب. ورح رش الشوربة كمان وزينها بشوية بقدونس. طبعا الخبز توست والبقدونس حسب الرغبة. هذه يا حبايبنا شوربتنا اليوم، شوربة البروكلي اللي بتاخد لعل. جربوها كتير طيبة. كان معكم شيف جمال، وسلام.